السلام عليكم ورحمة الله حبايبي الجمال، وحشتوني كتير. النهاردة عملت لكم نوع بسكوت اقتصادي وسريع جدا وحاجة بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعة الموضوع عامل ازاي، ولا الديكور بتاعه ولا تيستو ولا هشاشته من جوه. بسم الله. بص التفريغ بتاعه، نقرب الكاميرا جامد 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 جامد. بص التفريغ بتاعه، وان شاء الله باذن الله اهم حاجة نمشي ورا خطوات الوصفة للاخر، هتلاقوا جمال ما بعده جمال في نتائج البسكوت. ونبدأ وصفتنا على بركة الله. عليكم. هنعمل النهارده بسكوت سهل جدا، يلا بينا. المقادير اللي معانا النهارده على بركة الله: 2 كوباية الا ربع دقيق، كوباية الا ربع سكر، وده المفروض يكون سكر بودرة او سكر خشن، بس لو بودرة افضل. كوباية الا ربع زيت، ولازما يكون المقاس الكوبايات زي بعض، صغرت كبرت هي كوبايه الا ربع، مع 2 بيضه، 60 جرام نشا او نص كوبايه، مع ذره ملح البركه. ونبدا عجيننا على بركه الله. يلا نحط البيض، بعد كده السكر، ذره الفانيليا الجميله اهي، احذري من الفانيليا دي عشان خام، نحطها بحذر. يلا هنلف الميكسر 4 لفات، وبعد كده هننزل بالزيت وباقي السوائل. واول ما السكر يندمج مع البيض هننزل بالزيت بتاعنا، ذرة الملح البركة. والسر اللي معانا النهارده البيكنج باودر، ده اللي هيرفع معانا البسكوت وهيبقى قمر. ودي خطوة مهمة جدا بقى، الدقيق مع النشا مع البيكنج باودر هنحط نص الباكو ده. بعد ما دخلنا الدقيق والنشا والبيكنج باودر، هو البيكنج باودر بيتنخل يا شيف؟ لا والله، بس عشان يتوزع مع الدقيق اهو. هنوطي الميكسر بتاعنا، ولو ما عنديش ميكسر كل ده يتعمل على الايد. السوائل تتضرب في الخلاط، والدقيق مع السوائل في حله على جنب اهو. بصوا الجمال عامل ازاي. ولو وصلنا بقى لهنا ما ننساش اللي ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك ويشير الفيديو عشان يوصل اكبر عدد، ونعمل لايك عشان الكل يستفيد والوصفه توصل لحضرتك اول باول اهو. الامانه يا جماعه حطيت 2 معلقه دقيق كبيره عشان خاطر تظبط معانا، عشان الزيت تقريبا يعني الكوبايه ما كانتش الا ربع، كانت الكوبايه الا سيكه، فخد معايا معلقتين دقيق عشان يديني القمر ده ويلف في ايدينا كده اهو. دي للامانه. هنزود على المقدار 2 معلقه دقيق كبيره، وهحط لكم ده تحت عندي في البايب. واصبحت العجينه كده جاهزه على التشكيل اهو. واهم حاجه تلف معانا كده عشان تتشكل تبقى زي القمر، وهنشكله مع بعض اهو. هنيجي بقى نشكله، هنعمله كور صغيره زي دي كده اهو. موضوع سهل جدا خالص وجميل، وده بسكوت هيملى البيت خير وبركه، وناخده ما بين الوجبات واحنا بنتفرج على المطوشه. الاولاد ياخدوه في اللانش بوكس معاهم، جوز حضرتك ياخدوا معاه الشركه يشرب بيه النسكافيه ما بين الوجبات. تمام اهو. هنكمل بقى الكميه وهنرجع لكم. التركه اللي معانا النهارده بغطا الازازه ده هنعمل احلى جمال. بصوا اهو اهو، بصوا الجمال عامل ازاي. ادونا احلى تشكيله بسكوت اهو. شيف منصور دائما عنده جديد اهو. هتسألوني بقى ايه الاخرام دي يا شيف؟ ديت من ايام حلقة الكنافة، عندي 4 حلقات كنافة، خشوا وشوفوها وقولوا لي في الكومنتات ايه رأيكم. انتهينا من التقسيط وجه فترة التشكيل اهو. قلنا بغطا الازازة هتعملي احلى شكل جمالي واحلى بسكوت اهو. حضراتكم شايفين انتهينا من التشكيل بتاعه القمر. بصوا بسم الله حبيبي يا رسول الله، شكل البسكوت وحاجه جديده وحاجه تخطف العقل. وهنسوي على 160 درجه، هياخد معانا 14 دقيقه على السلك الوسطاني. يلا بينا. حضراتكم شايفين خرج القمر من الفرن. بصوا الموضوع عامل ازاي، سوا فوق وتحت وهش جدا، وحاجه جديده على سفرتك وحاجه جديده قدام حبايبك. هنرصه مع بعض. هنا حضرات من وصفه البسكوت ووصفه بسكوت الشاي والبسكوت السريع. اهم حاجه بس نمشي ورا خطوات الفيديو ونمشي ورا تريكاته، هتطلع النتيجه ان شاء الله احسن من دي. واستسمحكم بقى اللي ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك ويشير الفيديو عشان يوصل اكبر عدد. وحبوا بعض في الله، تعيشوا سعداء مدى الحياه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.